لأنه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خارج الصلاة، اللي هي أبعد داخل الصلاة، يعني في التحية ديال التشهد، هذه هي كذلك هناك من أجاز إدخال يعني السيادة فيها. علاش؟ لأنها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كاين اللي كيقول لك اتباع الأمر على ما ورد، وكاين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني محمد هكايا جافة، يعني فيها ما فيها، فكيقول لك الأدب أن يسيده. وهذه القضية ديال التسييد لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى سيدكم، أنا سيد ولد آدم. فقضية السيد يعني ماشي مبتدعة في الإسلام. يعني شنو هو السيد؟ لما يكون شخص له مكانة وله يعني تعظيم معين فيسيده الناس، وهذا جاري به العمل. فقضية ديال استعماله في بعض الأمور اللي هي ذات بعد يعني أو ذات خلفية دينية، يعني كالصلاة الإبراهيمية في خلاف. ولا أحد يقول أنك إذا سيدت النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ذاك التحية ديالك راه ديزاج ولا قصا ولا كذا. يعني بالعكس، يعني انك وخاصة بهذه النية هذه، ماشي نية الاستنان، يعني كيعتقد الانسان انها سنة ولا انها يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يعتقد انها زادها ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا العقيدة هذه زادها ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما بغاش يزيدها ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. وهو الفقيه هذا ربما في خضم هذا النقاش كيقول لك ودي راه الامر التعبدي راه الاصل فيه التوقيف، والطاعة أولى من الأدب في مثل العبادة. هذا من باب لا ماشي تعبد، يعني تعبد موقوت، عبادة موقوتة. العبادة الموقوتة راه لا كلام. وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها توقيت. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها توقيت، يعني الألفاظ اللي فيها توقيت هي ألفاظ القرآن الكريم. أما ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتصرف فيها، أن تتصرف بالزيادة وبالمقابل المترادف وكذا وكذا. المعنى يبقى. المعنى يبقى. الحديث يعني ما معظمه نقل إلا بالمعنى. ما نروي اش قال هذاك المحدث، ما نروي لكم إلا بالمعنى أو كما قال. ولذلك تعبد ما وردش في أحاديث النبي، في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس متعبدا بها وما فيهاش توقيت. أي دعاء كيف ما كان نقول الأولى اتباع الألفاظ النبوية. ولكن واش يتعين يعني الاكتفاء بها ويتعين الاتيان بها هي أبدا، بما في ذلك الصلاة الإبراهيمية. بما في ذلك الصلاة الإبراهيمية، يعني يجيب الإنسان المحتوى، يجيب المعنى، ولكن له أن يأتي بألفاظ أخرى، لأن التعبد فيها ما فيش. الذي يتعبد بألفاظه هو الموقوف والمؤقت. المؤقت بمعنى اللي ما تزيد ما تنقص، هي ألفاظ القرآن الكريم. ولذلك فغير احنا يعني بحال اللي قال الناس، من أراد أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فسيادة له ذلك. من أراد أن لا يتأدب ويقول كما قلت أنه يقف مع الألفاظ كما وردت له ذلك. ولهذا القضية ما خصش يعني هكذا ينبغي الفصل فيها. أما شي يجي يقول لك راك مبتدع إذا زدت السيادة راه ابتداع، أين وجه البدعة؟ أين وجه البدعة؟ وقد سبق أستاذي الفاضل في الحصص يعني أننا تناولنا البدعة وضوابطها، ومن جملتها أنها تدخل العبادة التي تكون مؤقتة وموصوفة إما بصفة إما بعين. بما قال تسنون، يقصد به التسنن. أما إذا لم يقصد به التسنن لا تعتبر عبادة، ألا تعتبر بدعة. ولهذا المسألة هذه وكما قلت فيها كتابات كثيرة وكثيرة، وخاصة داخل الصلاة. أما خارج الصلاة راه كاين شي وحدين اللي يعني كيقول لك حتى هي ما تسيدهاش، ولكن قليل. الناس يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتأدب من النبي صلى الله عليه وسلم يسيده وبارك الله فيه. من أراد أن لا يسيده وله ذلك.
لا يستطيع شي واحد باش يلزم الناس اذا سود المرء او لم يعني راه لا آه. نعم. اذا واخا استاذي الفاضل باقي عنده سؤال، ولكن غنشوفوا لنا معنا مكالمه باش ما نخليوش المستمع يتسنى بزاف. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اذا يبدو بان المستمع ربما انشغل بشيء اخر. الوالدان استاذي الفاضل قال يعني واش يصل لهم الدعاء؟ لا كلام. هذا من القطعيات، يصير الدعاء قطعا، ولكن يعني بالجنس، يعني الدعاء للوالدين وغيرهما يصل قطعا، ولكن باش نقولوا واحد الدعاء بعينيه، يعني شخصي بعينيه، واحد الدعاء يعني واش قطعا، يعني هذه الخصوصية تبقى مضمونة. يعني احنا كنقولوا الدعاء يصل لمن دعوت إليه كائنا من كان قطعا، يعني ولكن بصفة عامة. أما واحد الدعاء بالخصوص، دعا الإنسان واحد الدعاء لشخص معين في وقت معين، واش نقولوا هذاك الدعاء راه وصل بالقطع، يعني يصعب الجزم هنا. نعم. هذا الذكر أستاذ الفاضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال لك واش يعني كل لفظ هنا مخصوص بأجر هو سنة حسنة، أو أنه راه الذكر ككل؟ يعني إذا قلت سبحان الله راه عندي حسنة، إذا قلت الحمد لله راه عندي حسنة، إذا قلت لا إله إلا الله عندي حسنة، الله أكبر حسنة، أم أنني ملي كنشرحهم كاملين راه حسنة واحدة تشمل الجميع؟ كما ورد شوف الإنسان يسبح الله تعالى له الأجر لكل تسبيحة، مثل الحديث كل تسبيحة لها أجر. يمكن هذه الدقائق وكذا راه يقعوا يعني يعني شي حاجة منقولة، شي حاجة يعني شي أثر اللي كيبين، ولكن في كل تسبيحة حسنة وفضل الله واسع. سبحانه سبحانه. الفضل نشوفوا المكالمة الآن. مرحبا، السلام عليكم. مرحبا سيدي، تفضل الله يحفظك، تفضل سيدي. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع صحابكم، وكنشكركم بزاف على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.